بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم دولمة من بقايا المواد، أتمنى تنال رضاكم وإعجابكم. وهذه الفكرة جديدة طبعا باليوتيوب العراقي بالتحديد، حبيت أنفذها لأن هواي طلبات إجتني بخصوص بقايا المواد. أغلب بيوتنا ثلاجاتهم عامرة بالمسواق، فخلي نخلص المسواق الموجود بالثلاجة وبعدين نسوق من جديد. راح أبدأ بالمكونات المتوفرة عندي هنا حبل الظهر، أخذت منه أني اللحم قبل يومين، سويته كباب للعائلة، وطبعا أنا مسوية الكباب بفيديو سابق، راح أترك لكم الرابط مالته أسفل صندوق الوصف. عندي هنا بقايا من البطاطا، تقريبا كم حبة 6 أو 7، وعندي هنا بصل. عندي هنا حشوة دولمة زايدة سويتها للعائلة قبل أسبوع واحتفظت بها بالمجمدة. طبعا أنا مسوية حشوة الدولمة في فيديو سابق على القناة، راح أخلي لكم الرابط مالته أسفل صندوق الوصف. هنا عندي كم حبة طماطم، على كم فص ثوم، على كم قرن فلفل أخضر حار. وطبعا عندي باقي مجمدتها أنا بالمجمدة أيضا طلعتها. وعندي ربع كيس من بقايا جزر وبازاليا أيضا مجمدة. هنا عندي البهارات والتوابل حسب رغبتكم اختيارها، وإذا تردون تعرفون أنا شلون مرتبة البهارات والتوابل مالتي فراح أخلي لكم رابط ترتيبها أسفل صندوق الوصف. بهارات عبارة عن بهار سادة حلو، بهارات بطاطا، وكمون، نعناع ناشف، وليمون دوزي يعني ملح الليمون، وكاري، وأيضا مكعب ماجي الخضار، وعلبة معجون، وطبعا الملح. راح نبدأ بطريقة العمل. مثل ما انتم شايفين عندي اللحم مجمد والحشو مجمد والباقلة أيضا مجمدة، وهنا البازاليا والجزر مجمدين، فراح أخليهم يذوبون بدرجة حرارة الغرفة على الكاونتر لأن الدنيا باردة وشتاء. بس إذا بالصيف ما أسوي هاي الطريقة، أنا وين أذوبهم بداخل الرفوف مال الثلاجة، يعني أقصد بداخل الثلاجة جنب الفواكه والخضار أخليهم يذوبون، لأن تعرفون بالصيف حارة ما يصير واحد يذوبهم على الكاونتر، شوية تطلع ريحة ما طيبة. طبعا للصحة أسلم وأفيد. بعد ما ذاب اللحم جبت هنا لوحة تقطيع وبديت أقطع بالعظام اللي بيها قليل من اللحم. هذه العظام تنطي طعم كلش طيب للدولمة، وحتى بالشوربات، وحتى بالسوب مال الكباب. طبعا أنا هاي الخطوة كنت دائما أسويها، مرات يم اللحم ومرات أنا أسويها، يعني ماكو مشكلة. حاولوا من تردون تقطعون اللحم بالساطور أو بالسكين الحاد، لازم ترفعون إيدكم أثناء الدق، يعني من تدقون على العظم حتى ينقطع ارفعوا إيدكم، خلوا بس اليمين، ومن تردون تقطعون لا قطعوا باثنيناتهم، هيك طريقة أسهل وأحسن. بعد ما انتهيت من تقطيع حبل الظهر بديت هنا أنا أسوي بالبصل، أنظفه بهذه الطريقة، أشيل كل الأشياء اليابسة البيه. طبعا هاي طريقة تفيد المبتدئين اللي بحياتهم ما سووا دولمة، يعني ما أقصد المحترفين والمبدعين اللي يعرفون يسوون دولمة. طبعا وراح أفتحها من النص بعد ما أزيل كل الأشياء اليابسة، بهذا الشكل فتحتها من النص. طبعا إذا البطاطا كانت كبيرة فيفضل أن تقطع إلى 3 قطع أو 4. وهنا بديت أحفر بها بهذا الشكل. طبعا دائما ما أوصل أداة الحفر للداخل حتى ما تنثقب. وهنا راح أبدي أحفر بالطماطة بهذا الشكل الموضح، راح أقطع الجزء الأعلى وراح أخليه متصل بنفس الطماطة بحيث ما ينقطع، حتى من أحشي الطماطة أرجع أغلقها مرة أخرى وما تنزل الحشوة. طبعا لب الطماطة ما راح أرميه، راح أثرمه ثرم ناعم حتى أثقل بيه صوص الدولمة. وهنا عندي أيضا لب البطاطا، راح أثرمه ثرم ناعم. هذا كلش طيب يطلع يعني ويا السوب مال الدولمة أو الصوص مال الدولمة. مثل ما اتفقنا إنه هي هاي دولمة بقايا المواد، فلازم كل شي نخلي بيها، يعني أي شي من المواد باقي نخليه حتى تصير صدق دولمة بقايا مواد، اسم على مسمى. طبعا هنا أنا خليت مي حار بالقدر وانتظرته يغلي وسقطت بيه حبات البصل، وراح أخليهم 5 دقائق يغلون، وبعد ما يجهزون هنا أنا جهزوا عندي راح أطلعهم. وهذه الخطوة صورتها مخصوص للمبتدئين. وبهذه الخطوة أنا خليت البصل بمي بارد حتى بسهولة أقدر أطلعهم. وتقدرون بالطريقة التقليدية إنه تدقون البصل على الكاونتر أو على سطح رخام قوي وتطلع مثل الطرق السابقة التقليدية. أنا طبعا مصورة فيديو ورق العنب إذا شايفيه بهاي الخطوة كاملة، أيضا راح أترك لكم رابطة بصندوق الوصف. طبعا هنا أنا خليت كمية قليلة من الزيت وراح أشوح البصل وأقلبه شوية 2 3. وهنا بديت أضيف باللحم أو بقطع العظم اللي بيها لحم قليل. هذا التشويح ينطيني ريحة جدا طيبة للحم ويوخر زفرته.
هنا راح أضيف فلفل أسود حسب رغبتكم، أي نوع بهار تضيفوه. الفلفل الأسود كلش طيب وياه. وأستمر بالتقليب والتشويح. راح أضيف هنا الباقلة بعد ما ذابت، وأيضا أشوحها يطلع طعمها كلش طيب. وهنا راح أضيف بقايا البطاطا، أنا قطعتها ناعم على مود تسخن الصوص مال الدولمة يطلع كلش طيب. وهنا راح أضيف بقايا الجزر والبازاليا، أيضا هنا ذابوا. وأستمر بالتقليب، وبعدها راح أغطي القدر وأخليها كم دقيقة تتسبك حتى بفعل البخار تتجانس النكهات مع بعضها وتطلع كلش طيبة. وهنا راح أرفع الغطا لأن جهزت عندي وراح أطفيها. بعد أن ذابت حشوة الدولمة راح أجانسها مع بعض حتى ترجع تتجانس النكهات من جديد. وهنا بديت أحشي بالبصل، راح أحشي كم حبة وياكم حتى أيضا يستفادون المبتدئين. راح أحشي هنا الطماطة بهذا الشكل الموضح، ما أحاول أضغط الحشوة هواية على مود تستوي تاخذ راحتها بالاستواء. وطبعا أي مواد متوفرة عندكم تقدرون تضيفوها، أنا بس هذا كان اللي متوفر عندي. هنا راح أحشي البطاطا، وأيضا ما أضغط الحشوة للداخل، أخليها تاخذ راحتها. وهنا بنفس القدر اللي حمست بيه الضلوع راح أخلي بيه، وما غسلته طبعا لأن هاي الحمسة اللي بيه كلش طيبة، وأرتبهم بهذا الشكل الموضح. وبعد أن انتهيت من ترتيب البصل راح أخلي جزء من الضلوع والحشوة اللي سويتها وأضغطها بهذا الشكل حتى أساوي السطح. وبعدين راح أرتب البطاطا، وهنا بديت أرتب بالطماطة أيضا. دائما الطماطة خلوها بالمقلوب حتى من تنقلب ما توقع الحشوة. وراح أخلي الجزء الأخير من الضلوع والحشوة وأيضا أضغطها بهذا الشكل. هنا مي البصل احتفظت بيه لأن سخن وحار وبيه نكهة طيبة، فراح أسوي بيه الصوص. وهنا ضفت علبة من المعجون أو صلصة الطماطة، وضفت مكعب ماجي، حبرش فصين من الثوم بهذا الشكل. وبعدين ضفت هنا نعناع ناشف مجفف، وراح أضيف بهارات بطاطا كلش طيبة هاي جاهزة تنباع. ضفت هنا الكمون، وهنا ضفت قليل من البهار السادة الحلو، وضفت هنا رشة كاري، وهنا الملح أيضا ضفته. وطبعا هاي ملعقة أكل ليمون دوزي يعني ملح الليمون. راح أخلط المكونات مع بعض. هنا ضفت عصير الطماطة ولب الطماطة اللي ثرمته مسبقا، وأيضا راح أجانسهم بهذا الشكل. هنا خليت القدر قبل إضافة السوائل على نار عالية لمدة 5 دقائق. لما يتشكشك ويطلع صوت راح أبدي أضيف عليه ماعون ثقل، وراح أضيف عليه السوائل بالتدريج. طبعا أنا هذه الدولمة ضفت لها سوائل أكثر من الدولمة السابقة اللي أنا مسويتها، لأن ذيك الدولمة كان بها هواية خضار سلق، ورق عنب، طماطم، فلفل، شجر، باذنجان، عيدان السلق، وهذه كمية الخضار الورقية بها قليلة فتحتاج إلى سوائل حتى ينضج اللحم، لأن أيضا لحمها ما مستوي بس مجرد متشوح. بعد ما غطيت القدر تركتها على نار عالية وقامت تغلي بهذا الشكل الموضح. هسه راح أوطي النار من تحتها، وهذا شكل الدولمة بعد نص ساعة على نار هادئة أني خلتها. هنا بعد مرور ساعة وربع على التهدير رفعت الصحن، وطبعا هسه راح أقدمها أني لأن أني أحب بيها صلصة وكل العائلة يحبوها هالشكل. اللحم ذايب ذوبان، وطبعا إذا تحبوها ناشفة خلوها ساعة ونص وقت أطول، إحنا نحبها جوسي رطبة يعني بيها عصير هواية. هذا هو أعزائي الشكل النهائي لدولمة بقايا المواد. أتمنى تنال رضاكم وإعجابكم. جربوها كلش طيبة إن شاء الله تعجبكم. وطبعا هذه الدولمة للعائلة تتقدم، ما تتقدم للضيوف، لأن واجب علينا إكرام الضيف ولازم نقدم له إياه بأحسن من ما يكون. بس هذه تكون دولمة العائلة أنا أسميها. وأحب أنوه للضيوف الجدد حتى يوصلهم كل جديد، أرجو منهم الضغط على كلمة سبسكرايب بالإنجليزي بالصندوق الأحمر مكتوبة أسفل الفيديو، أو مكتوبة بكلمة اشتراك بالعربي أيضا بصندوق الأحمر، حتى يوصلكم كل جديد وبنفس الوقت تعرفون الفيديوهات شو وقت أنزلها.
شكر خاص لجميع متابعيني الأعزاء، وأتمنى أكون قد فدتكم بهذا الفيديو، وهذا الفيديو هو لوجه الله، وإن شاء الله تستمتعون بمشاهدته وتستفادون منه. مع السلامة.